في سؤال مهم بيدور في دماغ ناس كتير: ليه الجوازات بتفشل؟ ليه الطلاق زاد في الفترة الأخيرة؟ ليه ناس كانت بتحب بعض فجأة ما بقتش بتطيق تبص في وش بعض؟ الأسباب كتير، تعالوا نشوفها واحدة واحدة. قلة التواصل، يعني الاتنين ما بقوش بيسمعوا بعض، كل واحد بيتكلم ومش بيسمع التاني، وهنا بتزيد الفجوة بينهم لحد ما تؤدي إلى الطلاق. المشاكل المادية، الفلوس ساعات بتكون سبب الطلاق، مش علشان قلتها لكن علشان الطريقة اللي بتتصرف بيها. حد بخيل، حد بيصرف من غير حساب، فمن هنا بتبدأ الخلافات اللي ممكن تؤدي للطلاق. الملل، والله الروتين ممكن يقتل الجواز. لو كل يوم شبه التاني مفيش جديد الدنيا بتبرد، وده بعد فترة بيؤدي للطلاق. الشك وعدم الثقة والخيانة، لو الشك دخل العلاقة بيدمرها، لأن ببساطة كل تصرف بيتفهم غلط حتى لو كان عادي، لكن الشك وعدم الثقة بيكبره وبيخليه مشكلة ملهاش حل، ومع الوقت الشك بيؤدي للطلاق. طبعا الخيانة إن كانت عاطفية أو جسدية بتدمر العلاقة بين الزوجين، ومن أسرع الأسباب اللي تؤدي للطلاق. التدخل من الأهل، أهل الزوج أو الزوجة ممكن يدمروا العلاقة بكثرة التدخل في حياتهم، اعملوا ده وما تعملوش ده، ويتحكموا في تفاصيل حياتهم، وده بيخنق الخصوصية اللي هي أساس العلاقة بين الزوجين وبيؤدي إلى الطلاق. التوقعات غير الواقعية، إن طرف من الطرفين يبني آمال وتوقعات غير منطقية ومبالغ فيها على الطرف التاني، وينسى إنه بني آدم إمكانياته مهما كانت كبيرة ولكن تظل محدودة. حب السيطرة، إن طرف من الطرفين يكون بيسيطر على الطرف التاني، وهنا أنا مش بقصد القوامة اللي المفروض تكون في إيد الراجل. مهما كانت الست متعلمة أو بتشتغل لازم القوامة تكون عند الراجل، وده ربنا اللي أمرنا بكده، وأي خلل في القوامة ده بيخل بالبيت. فكرة إن الست هي اللي تمشي البيت ويكون لها السيطرة والقوامة، دي فكرة عمرها ما تعمر بيت. مهما طال الزمن لا يصح إلا الصحيح، ودي بتبقى سبب كبير من أسباب الطلاق. بعد ما عرفنا بعض الأسباب اللي بتؤدي للطلاق، يا ترى إيه هي الحلول اللي تمنع الطلاق من أساسه؟ طبعا الحلول بتكمن في المشاكل، في إنك تبعد عن الأسباب اللي تؤدي للطلاق اللي قلنا أغلبها، بالإضافة إلى مهم جدا التفاهم في العلاقة بين الراجل والست، وكل واحد يعرف إيه هي واجباته وإيه هي حقوقه. يكون تفكيرهم الأول في مصلحة العيلة والأولاد قبل مصلحتهم، يكون في تضحية وإخلاص ومراعاة لمشاعر الطرف الآخر، وإنهم يحترموا الخصوصية وما يكونش في تدخل في حياتهم من قريب أو من غريب. حتى ده بيخلي العلاقة أقوى والترابط بيزيد. ولو وصلوا لطريق مسدود ممكن يلجأوا ساعتها لأحد أفراد العيلة ومن هم أهل للنصح. وياريت الناس تختار صح من الأول علشان ما توصلش لمرحلة فيها الطلاق هو الحل الوحيد.